السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا امبارح كنت ماسك الورقة دي وورق تاني، قلت إن أنا هحول كل حاجة في حياة البرامج، والنهاردة بدأت بدي وصممت ممكن نقول الشكل المبدئي لده كبرنامج. طبعا ضفت عليها الخصائص اللي أنا محتاجها واللي أنا اشتكيت منها، وخليني اخدكم في جولة على اللي انا عملته. طبعا زي ما انتم شايفين الورقة بحد ذاتها كان كل الفكرة فيما فيها ان انا بكتب العادة هنا، وكل يوم بعمل صح 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 صح. والمشكلة انا قلت عليها ان هي بكل بساطة، من ناحية ممكن نقول المنبه، من ناحية ممكن نقول التمثيل البياني اللي انا عايز اخر الاسبوع اعمل تمثيل البياني، اشوف ان اللي هو خط او حاجة زي كده اللي هو زي ما محطوط هنا مثلا. وكمان النسبة المئوية بالنسبة مثلا للعادة الأولى للعادة التانية. فالمهم بكل بساطة الابليكيشن أو البرنامج بالنسبة لحوار العادات هيكون زي كده. طبعا جزء من حاجات كتيرة، ولكن المهم وقت ما نضغط على ميك هابت اعمل لي عادة يبقى بالشكل ده. وقت ما نضغط على اعمل لي عادة يروح يفتح الصفحة بتاع التسجيل من خلال اكتب اسم العادة، وفي نفس الوقت المنبه اللي هو التنبيه بتاع العادة ده امتى. وفي نفس الوقت في وضعين، الوضع العادي والوضع الانضباط والديسيبلين. طبعا هو الفرق ما بين الاتنين ان بكل بساطة لو انا عامل العادة وضع ديسيبلين، لو فات عليا يوم ما ينفعش اعمله، اللي هو خلاص كده. او اللي هو ما ينفعش اعمل بتاع بكره، ما اقولش انا اعمل يومين النهارده وبكره، فاللي هو النهارده عاده يبقى النهارده عاده. المهم طبعا النورمال يبقى اللي هو عادي، اللي هو انت براحتك. فاهم؟ فدي للجادين. المهم طبعا وقت ما انا بضغط على الصح دي المفروض بيفتح لي اللي هو خلاص انا عملت بتاع النهارده، بيفتح لي صفحه زي دي كده. بكتب فيها النوت اللي هو ايه اللي يعني بالنسبه بقى للعداله، كان الموضوع صعب كان سهل كان شعوري كذا كل ذلك، بحيث ان انا ايه بتكلم عن ادائي او اي حاجه تانية. تمام تمام لحد هنا كل حاجه تمام. طبعا اي بعد كده بقى البرفورمانس اللي هو او الاداء، ممكن اضغط من هنا تمام فيوديني للصفحه دي، او بكل بساطه في البروفايل الشخصي. تمام هتبقى موجوده في الحاجات اللي بتبقى من هنا اللي هي اولها البرفورمانس. فالمهم سواء من هنا او من هنا هيودي نفس المكان. وهي أول حاجة بالنسبة للبرفورمانس أو الأداء الشخصي هو العادات، بما إن إحنا لسه عاملينها في طبعا الروتين، في حاجات كانت هتضاف هنا بتبقى بالشكل ده. طبعا العادات أول حاجة الملاحظات بتاع العادة الأولانية، بتدوس هنا حتى نسيت أعملها. المهم بيظهر لك صفحة ممكن شبيهة بدي، اليوم بالملاحظة اللي أنت كاتبها، ودي طبعا سكرول ممكن تعمل كده. طبعا حاجة دي النقاط، بمعنى إن كل عادة بالنسبة بتاخد كل يوم بيساوي نقطة بالنسبة لكل عادة. فأنا مثلا لو أنا عامل عادتين يبقى 14، يبقى 7 و7 14 بالنسبة للأسبوع. طبعا الشهر ممكن نقول 60. وكاستم دي اللي هو أنت عايز تحدد مدة زمنية. والنسبة المئوية بتاعتك من خلال اللي هو أنت عملت دي الكل، اللي هو بالنسبة المفروض كان لو أنت جبت 100% وده اللي أنت عملته، طبعا بيتحسب ليك النسبة المئوية، ويعرفك أنت أدائك مثلا بالنسبة للأسبوع بالنسبة للشهر بالنسبة للمدة. طبعا أنت عايز حاجة كفيجواليزيشن زي تمثيل بيان عشان تعرف ايه الامور. فطبعا وقت ما بتضغط عليها بيظهر لك هل انت عايز تمثيل بياني عادة واحدة ولا العادات كلها، والمدة بتاعت العادة للأسبوع ده للشهر نفس الموضوع كاستم ومدة معينة. بعدين بعد ما تدوس سبميت لو في الوضع العمودي بيظهر لك نفس النقاط بالنسبة للعادة تحديدا اللي هو النقاط بس واللي انت عملته واللي كذا يعني مثلا. بعد كده التمثيل البياني على أساس الأيام طبعا أو على أساس الأسابيع على حسب ما انت برضو بتختار من هنا. ومثلا هنا بتبص انت مثلا هنا تيك 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 في ماندي اللي هو يوم الاثنين الاداء عندي كان ده مثلا كان نازل خالص. وممكن حاجه زي كده اعرف ان الوضع هنا ما كانش احسن حاجه، فارجع اشوف الملاحظات اللي انا كنت بكتبها يوميا ليه ايه اللي حصل هنا. تمام. وطبعا الوضع الرأسي هو ده اللي هو بيلغي ده، والفيزواليزيشن او التمثيل البياني بيبقى بالشكل ده. طبعا هو في حته ناقصه هنا اللي هو انا لسه اشوف وقت ما ادوس فيه هنود التصميم بتاعها هيبقى عامل ازاي. ولكن بكل بساطة ده هو التحويل من ده لده مع إضافة الجزء اللي تحت ده اللي هو ممكن يكون الجديد. طبعا في الأول لو احنا هنكتب الترتيب الصحيح، في الأول أنا كتبت المتطلبات: إنشاء عادة، تتبع العادة، المنبه، المنضبط العادي، الوضع الصعب طبعا قلت تفصيله، إرفاق ملاحظة،
تمثيل بياني، وجود مكان يجمع فيه الملاحظات المرتبطة بالعادات وهكذا. فالمهم طبعا ده مجرد البداية، لسه بقى حوار البرمجة بتاعتها هتاخد وقت. طبعا ده هتحتاج حاجة تحديدا، ممكن لو أنا أقول الحاجة البرمجية اللي أنا هعملها، فهتبقى حاجة اسمها فلاتر دارت اللي هو بتاع الموبايل ابلكيشن. بالنسبة للجزء ده في طبعا أجزاء تانية هيبقى فيها استخدام لحاجات تانية، واحتمال أصلا إن الجزء بتاع البرمجة يبقى حد غيري مسؤول عنه، لأن أنا كل الحاجات دي حتى لو في جزء منه في أفكار الخاصة، ففي أفكار تانية أعضاء معايا في الفريق. طبعا بالنسبة للأشخاص اللي مهتمين يدخلوا حتى ولو مستواهم البرمجي ضعيف، وتوفر لهم مصادر للتعلم أيا كان التخصص البرمجي، هنستفاد ونفيد بالنسبة للفريق. وبالنسبة للحاجات اللي احنا نعملها، هبقى ممكن وقت ما أنا أعمل نظام التقديم، يبقى أتكلم على لو حد عايز ينضم في الليلة بتاعتنا دي كلها يعمل إيه. ولو حد عايز ينضم أنا برضو معاه بشكل شخصي أو عنده أفكار أو كده، هتلاقوا الرابط اللي فيه كل وسائل التواصل بتاعتي في اللي هو اللي قولوا معايا اسمه ايه ده، في الوصف بتاع الفيديو. فاللي هو تكلموني في اي وقت وتكلموا عن افكاركم وكده. بس هو ده اللي انا عملته بالنسبه للنهارده. طبعا عشان الساعه دلوقتي 11 وربع، عايز انزل فيديو بسرعه، كنت مشغول، فالفيديو على السريع. مع السلامه.